عبسي رجع اعتذر للعراقيين. تعالوا خلينا نسمع الاعتذار مالته بالله ايش قال. أنا أعتذر إذا غلطت. أنا ما غلطت، ولكن فقط كان مزح بيني وبين صديقي العراقي هلالي. اول شيء طبعا العراق مو لعبه عندك على مود ايش وقت ما تريد تستهزئ بيه وش وقت ما تريد تعتذر وما ادري شنو من هاي السوالف. ثاني شيء ماكو شيء اسمه كنت الشاقة انا وصاحبي وتتجاوز وتتطاول على العراق غصبا ما عليك تعتذر. ماكو شيء اسمه والله اني اذا كنت غلطان، لا انت غلطان من السما للقاع، لان العراق مو لعبه عندك على مود ايش وقت ما تريد تتجاوز وش وقت ما تريد ما تتجاوز. حبيبي ماكو شيء اسمه انا كنت الشاقة ويا صاحبي وسويت زيج قدام العالم. هذا الشيء اكبر غلط، صحيح لو لا؟ وحاول مرة ثانية بعد لا تتطاول على العراقيين، لأن العراقيين بس يسووا لك يطيروك، خليها ببالك. فأنت حاول تبتعد عن العراق والعراقيين، وإذا تريد تطش لا تطش براس العراقيين. أوكي حبيبي، ترى هذا الشيء أكبر غلط، وهذا اعتذارك شبه مقبول. ومرة الثانية إذا سويتها ترى العراق راح يتصرف وياك غير تصرف، والشعب العراقي راح يتصرف وياك غير تصرف. خليها ببالك. يجوز شيء بسيط من المشاهير وقفوا وياك، بس مو معناتها انه ترجع تتطاول، واذا تطاولت مره ثانيه الشعب العراقي راح يفور عليك فوره. لو قاعد ورا الشمس همين يجيبوك. خليها ببالك. ولا تنسون حبايب قلبي حطوا لنا لايك، كل ما تابعوا حركه الاكسب لو وراي شيء ينزل جديد تلقونه بحسابي، واهم شيء تابعوا حسابي على انستغرام، الرابط بالوصف. تحياتي لكم يا حلوين.